يا مساء الفل. اتكلم معاكم النهارده عملاق الهواتف والتابلت وكل حاجه، الهواوي ميد اكس تي التيميت. نبدأ الفيديو بقى ونقول ان الجهاز لاول مرة تاريخ الهواتف المحمول الجهاز ينزل 3 شاشات زي ما سمعت 3 شاشات قابلة للطي. اول حاجة هنتكلم عنها التصميم والشاشات. الشاشة جاية من نوع اولد، اقوى شاشة موجودة دلوقتي. الشاشة بتيجي بحجم 10 بوصة، لما نقفل جزء بقى من الشاشة بيبقى 7 و9، ولما نقفل بقى الجهاز خالص بيبقى 6 و4 عادي زي اي تليفون. طبعا ميزة في الجهاز لما تفتح الجهاز كله سمك بقى الجهاز بيبقى 3.6 قد سوكت التايب سي. لما بقى نقفل الجهاز خالص بيبقى 12 و8 مللي. خد بقى الجهاز اللي انا جاي لك فيها اهو، اكيد فلاج شيب بالمواصفات اللي انا هقولها. اول حاجه المعالج بيجي كيرن 9010، المعالج القوي جدا، واكيد لازم يبقى المعالج ده عشان يبقى قوي في الالعاب وقوي في التصوير وقوي في استخدام للثلاث شاشات. اصلا المعالج بيجي 7 نانومتر 8 نواه مع رامات 16 جيجا، والمساحه 512 لاي حد بقى مش محتاج مساحه كبيره، فمعمول له 256 كده حته صغيره يعني. كاميرات هم 3 كاميرات قويين جدا. في اول كاميرا بدقه 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه متغيره 1.2 و 4.0، والكاميرا الثانيه هي الزاويه العريضه شويه بدقه 12 ميجا بكسل، والتليفوتو 12 ميجا بكسل مع تقريب بصري 5.5، والكاميرا الاماميه بدقه 8 ميجا بكسل. نيجي بقى للبطاريه. انا نفسي مستغرب البطاريه دي معموله ازاي. هي بطاريه 5600 ملي امبير من نوع الليثيوم بوليمر. النوع الجديد ده من البطاريات قوي شويه وبيدينا كاباسيتي اعلى مع اداء اقوى. البطاريه بتيجي بسرعه الشحن السلكي 66 واط. ايا كان اداء الجهاز مع السرعه دي هتبقى حلوه يعني. اللاسلكي بقى بقدره 50 واط، دي حاجه قويه جدا. في بقى لاسلكي عكسي كمان عشان انت لو اي اكسسوارز حابب تشحنه بقى من التليفون فهو 7.5 واط. وطبعا بقى بيجي بنظام الهارموني او اس بتاع هواوي الجديد مع الالوان المتوفره للجهاز الاسود والاحمر. الجهاز اوريدي اصلا نزل في نوفمبر ديسمبر 2024. هواوي قالت بقى طلع له النور فبراير 2025. سلام.